السلام عليكم متابعين الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد في القناة. على بركة الله. بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي، قال إن إسناد تنظيم كأس العالم إلى المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال وقبله كأس إفريقيا ستكون له انعكاسات جد إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة والرفع من حجم التدفقات الاستثمارية إليها، مسجلا أن المغرب حقق إنجازات كبيرة على هذا المستوى، إذ قدم صورة رائعة عن التضامن ومتانة النسيج الاقتصادي الوطني، سواء من خلال تدبيره لجائحة كورونا أو لفاجعة زلزال الحوز الأخير. وأضاف الأزرق أن الانعكاس الثاني سيكون على مستوى البنيات التحتية، ذلك أن تنظيم حدث كبير بهذا الحجم في المغرب يتطلب إعداد بنية تحتية جد متطورة من خلال استجلاب شركات كبرى داخل أو خارج البلاد، مع ما لذلك من انعكاسات على الطلب الداخلي وعلى مناصب الشغل التي من المحتمل أن يرتفع الطلب عليها بشكل كبير. وقال المتحدث أن تنظيم الأحداث العالمية من شأنه أيضا أن يرفع من الجاذبية السياحية للمملكة المغربية ويعزز من موقعها الاقتصادي، إضافة إلى تقوية العلاقات والشراكات الاقتصادية بين كل من الرباط ومدريد ولشبونة، مشيرا إلى أنه يمكن أن نتحدث من الآن وإلى حدود سنة 2030 عن تكتل اقتصادي واقعي بين البلدان المنظمة لإنجاح هذه التظاهرة، والذي سيستمر إلى ما بعد هذا العرس الرياضي الكبير، وبالتالي التأسيس لعلاقات اقتصادية متينة بين هذه الدول والتي ستحقق مكاسب كبيرة من ورائها. بعد حصول المغرب على شرف استضافة كأس العالم 2030، إليكم بعض المشاريع التي سيشرع المغرب في تنفيذها على أرض الواقع. ومن المقرر أن تنطلق أعمال بناء ملعب الدار البيضاء الجديد بعد وقت قصير من استكمال كافة الإجراءات القانونية، وستستمر فترة اكتمالها 4 سنوات، وستصل طاقته الاستيعابية إلى 110,000 متفرج. ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في أفريقيا من حيث السعة، سيتم بناء الملعب على بعد 15 كيلومتر من وسط المدينة، و20 كيلومتر من المطار، و15 كيلومتر من محطة القطار. وسيكون هناك 12 مستشفى جامعيا في كل منطقة، وقد تم بالفعل بناء بعضها من أجل تخفيف العبء على محور الرباط. الدار البيضاء مراكش، وأهمها مستشفى الرباط الجديد الذي بلغت نسبة إشغاله 30%، وسيكون أكبر مستشفى في المغرب وثاني أكبر مستشفى بعد مستشفى جنوب أفريقيا. وفي غضون أشهر قليلة سيتم افتتاح مستشفى أكادير، ثاني أكبر مستشفى في المغرب. جانب المطار، تطوير المطار المحوري محمد الخامس الرباط، مطار سلن، وباقي مطارات المدينة المضيفة. وقد بدأ المكتب الوطني للمطارات بالفعل العمل على هذا الملف. أما بالنسبة لمشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمغرب، إنشاء نفق أوريكا بطول 10 كيلومتر لتسهيل السفر بين ورزازات ومراكش، إطلاق الدراسات الجيوفيزيائية